السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. وزارة التربية والتعليم توضح موقف الثانوية العامة والصف الثالث الإعدادي. إعطاء أجازة وتعطيل الشركات والموظفين من القطاعين العام والخاص. إغلاق العديد من المدارس بسبب الحالات التي تم اكتشافها من فيروس كورونا. مناقشات لفرض حظر تجوال. هننتقل للتفاصيل دلوقتي، بس في الأول كده أحب أدعو حضرتك إنك تشترك في القناة وتدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. القناة هنا مهتمة بجميع الأخبار اللي تهمك وجميع أخبار التعليم وكل الأخبار اللي ممكن تهمك. فلو حضرتك عايز تنضم لينا يا ريت تدوس سبسكرايب أو اشتراك عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الخبر. وزارة التربية والتعليم تكشف تفاصيل موقف الصف الثالث الثانوي والصف الثالث الإعدادي. صرح وزير التربية والتعليم قائلا أن مرحلة الصف الثالث الثانوي والصف الثالث الإعدادي لن يحدث بهم أي تغيير في موعد الامتحانات، ولن يتم حذف أي أجزاء من المناهج في كلا المرحلتين، وذلك باعتبارهم سنين مصيرية تلعب دور كبير في مستقبل الطالب. وأكد أن موعد الامتحانات الصف الثالث الثانوي والجدول الذي تم اعتماده لن يتم تغييره، لأن هذا يتوافق مع مواعيد التقديم في الجامعات ومواعيد التنسيقات، وهذا لا يعطينا أي رفاهية للتغيير. وأضاف: الصفوف التي يمكن التغيير بها هي صفوف النقل فقط، وترقبوا القرارات خلال 48 ساعة القادمة. إعطاء أجازة لجميع موظفي الدولة للقطاعين العام والخاص. صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن هناك خطة ومناقشات واجتماعات يتم إجراءها الآن، هدفها دراسة الكيفية التي سيتم إعطاء بها الموظفين أجازة، وذلك للحد من المرض. نسبة لعدد الحالات اللي بتتزايد وخصوصا بعد إغلاق العديد من المدارس، تتجه الحكومة للتفكير بشكل جدي في فرض حظر التجوال، ويأتي هذا القرار حفاظا على الجميع. ولكن إذا تم فرض حظر التجوال سيكون مستثنى منه بعض الفئات، وده اللي هنتعرف عليه في الأيام القادمة إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو حضرتك استفدت أو عايز تتابع كل جديد وتغطية الأحداث أول بأول وخصوصا أحداث التعليم، ياريت حضرتك تشرفنا بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة أول بأول. وإن شاء الله الفترة القادمة هنتابع أخبار التعليم أول بأول، أخبار الصف الثاني والصف الأول الثانوي، لأن الوزير صرح من كام ساعة عن الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، وتصريحات عن كيفية الامتحانات أو الآلية اللي هيتم بها امتحان الطلاب، وكذلك صفوف النقل. وان شاء الله اي حاجه جديده هنزود حضراتكم بيها، ونشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.